خطاب من هنا من إذن وفاء لها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الشعب العظيم، أبطال الحكاية السورية، نعم أنتم أبطالها وأنتم أهلها وأصحاب قضيتها. لقد دخلتم التاريخ من أوسع أبوابه، وبنيتم اليوم رمزا للتضحية والصمود ومنارة للعزة والإباء تقتدي بها الأجيال بعدكم، وجسدتم عمليا فصلا من ملحمة سرمدية بين الحق والباطل. إن سوريا تحتاج جميع أبنائها لإعادة بنائها. إن وحدة الشعب السوري واجب لا مفر منه، وهو أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة التي يشارك فيها أبناؤها جميعا دون تفرقة، وينظم الجميع تحت ظل القانون وبحقوقهم المتساوية. ولذا فإن على الجهود أن تتضافر ونستفيد من حالة التفاعل العالمي مع قضية الشعب السوري. إن سوريا لم تعد معزولة عن العالم، وقد أعادت وصف من قطع، وأثبتت أنها قادرة على تقديم الكثير. وها قد عادت سوريا إلى مكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم، وكما نصرنا الله على أشع نظام عرفه التاريخ الحديث، فإننا قادرون بإذن الله على بناء بلدنا الجديد. فإننا اليوم مطالبون بالعمل والكدح والصبر وتقديم كل ما نستطيع لهذه الغاية. واليوم فرصتنا عظيمة للم شملنا، وإن قوتنا تكمن في وحدتنا، وإن الوحدة رحمة والفرقة عذاب. وقد اخترت إذن اليوم لأخاطب منها أهل سوريا عرفانا لها، فقد كانت هي الأم التي فاء إليها أبناؤها، وتحولت إلى سوريا مصغرة حين عزت الأرض وضاقت عليها بما رحمت، فحاز إليها الناس شاركوا جميعا في هذا الإنجاز التاريخي. واليوم يوم الوفاء لأمنا لذم العز العزيزة بأبنائها وبمن احتضنت من كافة المحاضرات